لحسن تكون فاهم ان احنا مش فنانين ولا حاجه. اوعى 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 دي تخطر على بالك. رمضان السنه دي بتاع الفنانين. محمود حودة ما تعيطش يا حبيبي. انا كل رمضان بقول ان شاء الله رمضان السنه اللي جايه هطلع على التلفزيون، رمضان السنه اللي جايه هطلع على التلفزيون. والسنه دي الحمد لله نزلت عملت حوالي مثلا 35 كاستنج لاعلانات، وللاسف مفيش ولا حاجه منهم جت خالص. عادي مفيش مشكله، هتيجي في يوم من الايام. بس بعد اللي حصل ده بصراحه انا قررت انتقم. ومع توقف هشام عفيفي العف عن التحليل الاستراتيجي للاعلانات، انا قلت يا جماعه انا دلوقتي هحلل اعلانات رمضان 2026 وعليا وعلى اعدائي. وبصراحه انا قسمتها كده شويه كاتيجوريز يعني علشان اسهل على نفسي. وهنبتدي بالكاتيجوري الاولاني وهو كاتيجوري شركات الاتصالات، الشركات اللي المفروض ان هي بتوصل الناس ببعض، الشركات اللي عارفه مصلحتنا اكتر مننا، علشان كده عاملين انترنت محدود. علشان انا مش ينفعش اعمل لك انترنت غير محدود، انا مش عارف انت ممكن تتفرج على ايه. ايوه مش عرفني، انا عارف نفسي انا ممكن اتفرج على ايه، لكن انت انا بصراحه مش ضامن انت ممكن تتعلم على ايه. فخلونا بدون كلام كتير نتفرج على اعلانات شركات الاتصالات في رمضان 2026. وهنبتدي باول شركه، اكبر شركه، الشركه رقم 1، وده مش كلامي، كلامهم هم اللي بيقولوا كده، انا ماليش دعوه، وهي شركه فودافون. بيبدا اعلان فودافون بحاجه كده زي فيلم انسبشن، اللي هو لوكيشن جوه لوكيشن، دريم وذن دريم. لحسن يعني نكون فاكر ان اللي جايين دول مش نجوم ولا حاجه يعني، لا احنا بنصور في وقت ما بنصور. فطبعا الاستاذه ياسمين عبد العزيز بيكون بيصور مسلسل تاريخي كان نفسي يتعرض بجد في رمضان، بدل ونحب تاني ليه ولا ننسى اللي كان، ولا اللي هو المسلسل اللي بقاله بتاع 4 سنين بيتعرض بنفس الكاست بنفس الكلام بنفس كل حاجه. ده بيجي لها مكالمه من الاستاذه منى شلبي اللي جسوت بتبقى برضه بتصور حاجه، عشان اوعى تنسى ان احنا فنانين ولا حاجه يعني. المكالمه يعني نصها ايه او يعني اختصارا يعني بتقول ايه؟ بتقول ان انا عازماكي النهارده على الفطار وبتاع، فتعالي وهاتي شويه حاجات والدنيا جميله. طبعا بتخلص المكالمه اللذيذه دي وبنكلم نجوم تانيين يجي يحضروا معانا الاعلان. وهم مين؟ اولا محمد ممدوح تايسون، واللي هو تخيل كده، تخيل هو ممكن يبقى موجود فين؟ يلا سيبها لخيالك. محمد ممدوح تايسون هيبقى موجود فين؟ صح، هيبقى موجود في الجيم. طبعا تايسون كان عنده تخوف ان هو خايف ان هو يتزنق على شارع 90 من الزحمه وبتاع وشويه تلاكيك، لان هو مش عايز يجي. فالاستاذه اسماء جلال بتحل له الموضوع ده وبتقول له يا عم لو مش انا هعدي عليك يا سيدي بالجي كلاس بتاعتي وهجيبك واجي. في وقت ما بيكون طه دسوقي هو والمدام بيكونوا بيعملوا اكل بس هم بيبوظوا الدنيا يعني، فمش عارف هو مين معزوم عند مين يعني، مين اللي هيروح لمين. طبعا للاسف زي ما قلنا اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. طبعا اتزنقوا بالجي كلاس في شارع 90 ودي حاجه بجد فعلا انا ما اتمنهاش لألد اعدائي يعني. وبيقولوا في الاغنيه يا خوفي نفطر على المحور، يا خوفي نفطر على المحور. مش بجد انا مش فاهم هو مين كان كاتب فين، بس تمام مفيش مشكله، يلا بينا نكمل بقيه الاعلان يعني. كعاده برضو الاعلانات بتاعت فودافون احنا بنجيب 2 نجوم كوميديا مكسرين الدنيا بسم الله ما شاء الله في السنين اللي فاتت يعني في الكوميديا، بنجيبهم يطلعوا يعملوا لذاذه، حاجه لذاذه كده، حته لذاذه صغيره بس عشان تملى الاعلان لذاذه. فطبعا كلمنا مصطفى غريب وحاتم صلاح اللي انا مش هقدر اتكلم عليهم لان انا بحبهم ولان حاتم صديق شخصي ليا يعني، فتمام مفيش مشكله. بعدين احنا بنحاول ان احنا ننزل بالاعمار شويه، فهنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا كذا اوبشن. الاوبشن الاولاني ان احنا نتكلم عصام عمر، لكن للاسف عصام عمر كان للاسف يعني كان بيعمل اعلان ناجح من احسن اعلانات رمضان السنه دي، يعني اعلان وادي دجله، فما كانش فاضي للاسف يعمل الاعلان ده. واحمد مالك برضو كان بيعمل اعلان تاني، فابتدينا ننزل شويه برضو بالاعمار. فكلمنا الاستاذه ياسمين العبد كانت برضو بتعمل حوالي 35 اعلان برضو، فما كانتش برضو فاضيه خالص انها تيجي الاعلان ده، فنزلنا لكامل العدد. وده بقت حاجه كده اللي هو كاست كامل العدد بقى بيطلع مع بعض، اللي هو الشباب الصغيرين دول بقوا يطلعوا كلهم مع بعض. طبعا كان في مشكله ان في حد من الابهات بتاعه الاولاد الصغيرين دول كان مرخم شويه في المواعيد، لكن واحده بتحلها الحمد لله رب العالمين بالزن يعني وخلاص. طبعا بنكمل بقى اللي هي الفقرات الجميله اللي هو اللذاذه بتاعه الكوره واللذاذه بتاعه الباديكير والحاجات الجميله دي في الاعلان. وبندخل بقى بعد كده لحاجه تانية، احنا خلصنا الفنانين الممثلين، هندخل بقى على كاتيجوري تاني من الفنانين وهم المغنيين. لحسن تكون فاكر يعني ان الفنانين هم ممثلين بس وخلاص، لا، هنا بيظهر الفنان امير عيد وهو راكب الهارلي بتاعه وبيكلم مين؟ بيكلم الكينج محمد منير في اسوان. طبعا انا عندي بعيد بصراحه على الموضوع ده يعني، لان لو الفنان امير عيد بيكلم اخوه فيلم عادي وهو فيلم عادي برضو هيواجه شويه صعوبات في الشبكه، بس تمام خلاص لقطت معاه المره دي، كان حظه حلو يعني. الكينج محمد منير بيقول له ما تيجي يالا توحشني
انت مش قلت جاي؟ فامير عيد قال له انا ثواني وهكون عندك. انا كنت فاكر ان هتحصل هنا السقطه اخراجيه، ان امير عيد هيروح اسوان بالموتوسيكل، لكن الحمد لله طبعا اتعدلت، ركن الموتوسيكل، خد اول قطر وراح للكينج محمد منير بالظبط على ميعاد الفطار. وهنا عايزين نوجه تحيه لسكه حديد مصر اللي قدرت انها توصل امير عيد من بعد العصر للمغرب على طول لاسوان. احنا لو قفلنا الاعلان هنا هيبقى اعلان عادي زي ما اتعمل حوالي 6 7 8 9 10 سنين قبل كده ورا بعض. فهنعمل حاجه اتعملت مثلا بتاع حوالي 4 مرات بس، وهي ان احنا نجيب نجم بقاله كتير قوي ما طلعش على الشاشه، علشان خلاص ننسى كل اللي حصل في الاعلان ده ونركز على النجم الكريزه اللي هتبقى فوق التورته. بتروح الفنانه ياسمين عبد العزيز والفنانه منى شلبي علشان يروحوا يزوروا حد لسه مجهول، بيطلعوا على السلم لكن بعد كده بيزهقوا فبياخدوا الاسانسير يطلعوا لحد فوق، وبنلاقي مين؟ بنلاقي الفنانه عبله كامل. طبعا ظهور الفنانه عبله كامل ده كان حاجه يعني بجد كانت مفاجاه كبيره جدا، وانا اتبسطت شخصيا ان انا شفت الفنانه عبله كامل، واول ما شفتها نسيت كل اللي انا شفته ده وخلاص. ده بقى اجمد اعلان موجود دلوقتي في رمضان، الناس كلها بتتكلم عليه علشان الفكره الذكيه بتاعت ان احنا نجيب نجم ما ظهرش على التلفزيون ونحطه في الاخر. طبعا احسن حاجتين عجبوني في الاعلان ده هو حاتم صلاح علشان صاحبي يعني، وعبله كامل علشان انا بحب عبله كامل وعشان شبه امي وشبه امك وشبه 90% من امهات مصر يعني. نروح للاعلان اللي بعده، هو اعلان اورنج. اعلان اورنج بيبتدي بحد موجود في استوديو مزيكا، وحد تاني بيسجل مزيكا، وواحده تالته بتعمل برضو حاجه فنيه، وواحده رابعه برضو بتعمل حاجه فنيه ايا كانت هي ايه. وبيطلعوا بيطلعوا ان دول اولاد الفنان عمرو دياب، وده هيبقى اعلان لاورنج. وكحاجه غير متوقعه برضو تماما، لان احنا برضو هنعمل اللوكيشن وذينا لوكيشن. خلي بالكم هو لحسن تكون ناسي ان دول فنانين ولا حاجه. طبعا الاستاذ عمرو دياب بيكون بيصور حاجه احنا مش عارفين ايه هي، وبرضه بيجيله مكالمه. مين اللي بيكلمه يا ترى؟ اولاده طبعا كلهم بيكلموه علشان يتجمعوا. هيعملوا ايه؟ هيفطروا مع بعض النهارده. بالظبط، ايوه هو ده. بيطلع اولاد الفنان عمرو دياب اللي هو عبد الله اللي هو بيغني وبيلعب مزيكا، وجنى اللي هي برضه بتغني، وولاده التانيين اللي هم برضو اكيد بيعملوا حاجه فنيه، لحسن تكون فاكر ان هم يعني عاديين ولا حاجه يعني. انا عندي مشكله بجد فعلا في اعلان اورنج، ان هو ما فيهوش اي حاجه تعبر عن البراند بتاع اورنج غير العلامه اللي موجوده تحت بس. يعني انا ما شفتش ستاره برتقاني ورا، انا ما شفتش واحد بيعصر برتقان، انا ما شفتش اي حاجه. والحسن حظ شركه اورنج السنه دي ان ايفون 17 نزل اديشن بالموبايل اللي هو اللون اورنج. لما كانتش الصدفه دي حصلت السنه دي، كان هيبقى الاعلان عباره عن عمرو دياب واولاد عمرو دياب بس. بيحصل بعد كده في الاعلان اللي هو بيحصل عادي يعني طبيعي جدا، ان احنا هناخد كام سيلفي، هنتكلم مع بعض فيديو كول، نتجمع وهنطبخ. انا مش فاهم ايه موضوع الطبخ مع الاولاد ده، بجد فعلا مش فاهمه يعني، بس بيحصل. والاغنيه احنا ناقصاك والله، القعده دي ناقصاك بجد يعني، لو تيجي بنتغدى، بنعمل الغدا، بنتصور صور سيلفي، والاعلان بيخلص على كده واذا كان عاجبك يعني. ندخل على الاعلان اللي بعد كده لشركه اند. انا مش فاهم هي يعني ايه والله لحد دلوقتي. صاحب من وجهة نظري أسوأ ريبراندنج حصل في التاريخ، ان انت بعد ما كان ليك اللون بتاعك، ليك الايدنتيتي بتاعتك، اول الناس بتشوف اللون الاخضر بتفتكر اتصالات، احنا خدنا الكلام ده كله رميناه في الزباله وعملنا لون احمر وسميناه اند ايه قال لك اتصالات واكتر. ماشي يعني، ما علينا، مش قصتي. اكيد انا ما بفهمش اكيد اكتر من الناس المسؤولين بتوع الشركه يعني، بس تمام عادي يلا بينا. بنجيب برضو 2 نجوم، بنجيب سان ليفان او معروف بالكلامنتينا مع النجم الذي لا يجب ذكر اسمه علشان هو بيقفل الفيديوهات وبيشيل الفيديوهات وبيحط عليه كوبي رايت وبتاع. فوالله يعني انا ما كنتش ناوي اعمل اصلا، فما جيش يوم ما اعمل الفيديو يتشال بسبب ان انا قلت اسم الفنان يعني. بس ادينا بنتفرج. بيبدا الاعلان بشطات غير مبرره تماما لحد واقف في المطره، بنت واقفه في المطره الدنيا بتمطر عليها، والاستاذ سان ليفان موجود على روف في القاهره يعني، بيبص على النيل الجميل بتاعنا. بعديها بينزل يغطي البنت اللي في عز المطره دي بالجاكيت بتاعه يعني، ودي حركه جدعانه اكيد كلنا عارفين. اتعلم الحركه دي من مين؟ برافو عليكم، صح هو ده، مش هقدر اقول اسمه. بعد كده بيجي الشوت الغير متوقع تماما، وهو للمره الثالثه على التوالي لوكيشن وذين لوكيشن جوه اللوكيشن، وهو الفنان برضه بيجيله مكالمه وهو شغال، لحسن تكون ناسي ان هو فنان ولا حاجه يعني. هنتعبط ولا ايه بقى؟ بعديها برضه بنكت على شوت مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا لسه قايلينها، وهو
برضو ناس بتطبخ مع بعض، وبرضو مش الفنان لوحده، لا الفنان واولاده. بنعمل شو الملوخيه في الاعلان برضو، لان دي برضو حاجه عاديه جدا بتحصل يعني على سفر مصر كلها يعني. بعد كده الاستاذ سان فا بيغني برضو عادي، مش فاهم اقفاص وراه وحاجات غريبه برضه، بس تمام مفيش مشكله عادي بنعديها يعني عشان خاطر الكلامنتينا يا عم. بعدين بقى هنا للاسف بتحصل حاجه ما حصلتش في الاعلان اللي قبل كده، وهو في عطل بيحصل في العربيه. ايه؟ العربيه الجي كلاس اللي لونها برضه سيمنت جراي، اللي غالبا دي يعني تقريبا تبع شركه الانتاج يعني. فبيقرر الفنان وسان ليفان ان هم مش هيكلموا شركه تصليح، مش هيغيروها بنفسهم لان هم فنانين، لا تكون ناسي ان هم فنانين ولا حاجه يعني. فبنعمل ايه؟ بنركب عربيه عزال مع شويه ناس فقراء كده جمال، نعمل لهم لايف تايم اكسبيرينس. طبعا الاعلان بيكمل وبياخدنا برضو من شطات لشطات في بيت الفنان. برضو هو بيعمل حركه اللي هي بتحط تحت بند اللذاذه، اللي هو هوشك وبتاع، لكن يعني بيجيت ا تيست اوف هيز اون ميديسن، لان ما بيعرفش ان بنته للاسف واخده نفس الجين بتاع خفه الدم، فبتعلقه هي كمان اللي هو ايه، عارف اللي هو الحاجات اللي بتاع هو ده. الاعلان برضو بيكمل بعد كده باولاد الفنان برضو، لان انا مش فاهم ايه موضوع ابناء الفنانين اللي بقوا يظهروا في الاعلانات. هل ده بقى شرط في العقد من طرف من الاطراف، سواء اذا كان الكلاينت اللي هو الشركه بتاعت الاعلان او الفنان بيقول لك لا لازم عيالي يطلعوا معايا؟ لو حد يعرف يقول لنا يعني، عشان ده سؤال احنا كل مصر كلها بتساله. سان ليفا بيكمل برضو غنى في كلاب، في حاجه برضو بقى هو بيفايب، هو طالع بيفايب ولبس البنت الجاكيت. بعديها لعيبه النادي الاهلي واشرف بن شرقي بيروحوا لمين؟ ما بيعزموش عم حارس عندهم، لا هم بيروحوا له البيت. ليه؟ لان غالبا خلاص انا فهمت كونسبت الاعلان بتاع اي اند السنه دي، وهو مهما كنت انت غني جدا حاول ان انت تسعد شويه فقراء يا اخي. اركب معاهم عربيه عزال يا عم، روح يا عم فرحهم وافطر معاهم في بيت فقير جدا، افطروا شويه حمام ومحشي وحاجات كبيره جدا. على غير المتوقع زي الشركه الاولانيه اللي احنا عملنا نفس الريبراندنج بتاعها، بنعمل ايه؟ يلا فكر بالظبط، بنجيب نجم بقاله كتير ما طلعش على التلفزيون علشان يبقى هو ده السيلفر بولت بتاعتنا، اللي هو احنا خلاص يا جماعه ما حدش يقدر يتكلم على الاعلان ولا نص كلمه. وهنا طبعا ظهرت الفنانه القديره نيلي، لكن ما اعتقدش ان الامباكت بتاع الفنانه نيلي كان نفس الامباكت بتاع الفنانه عبله كامل، يعني هما كانوا اتنين كده بيحاربوا بعض. بعديها الاعلان بقى بيبقى كمالة فايبز بقى من الفنان وما بين سان ليفان، وشويه كتات من هنا لهنا، وفرحه فرحه فرحه، وخلاص الاعلان بيخلص. ندخل بقى على احسن اعلان من وجهه نظري السنه دي لاعلانات شركات الاتصالات، وهو اعلان وي. اولا ليه بقى هو احلى اعلان بالنسبه لي؟ لان الفنانين مش طالعين ان هم فنانين، لا هم طالعين اشخاص عاديه، مش اشخاص عاديه قوي بس يعني. بيبدا الاعلان بان ياسمين العبد طالعه اخت احمد مالك وبتصحيه، بتقول له يلا لان هي متاخره مثلا، وراه بتاع 30 اعلان كمان محتاجه تعملهم زائد 3 4 مسلسلات يعني. وهو من كتر الصربعه واللهوجه ما بيلحقش يفطر، وبياخدها على المكنه، لان برضو احمد مالك السنه دي ما بقاش يركب عربيات زي بقيه الناس، هو لازم يركب حاجه بعجلتين. وبيروح يوصل ياسمين العبد لايه؟ لكليه الفنون، لحسن تكون فاكر ان احنا مش فنانين ولا حاجه، ها اوعى. نروح بقى بعد كده لسينز مش مفهومه قدام المدرسه، يعني اطفال بتروح المدرسه. لسينز بصراحه انا مش فاهمها ما بين الاستاذ صديق صخر وما بين الاستاذه انجي المقدم، بس ما علينا يعني مش مشكله، ده مش موضوعنا. بنروح بعد كده لاحمد مالك اللي هو بيطلع شغال ايه؟ بيطلع شغال مدرس موسيقى، لحسن تكون فاهم ان احنا مش فنانين ولا حاجه. اوعى 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 دي تخطر على بالك، رمضان السنه دي بتاع الفنانين. بعد كده الاعلان بيكمل بشويه سينز علشان نملى المشاهد، علشان اصل في الاغنيه بتاعت اليسا لازم نملى لها شويه مشاهد يعني. فبتحصل بقى الحاجات اللي هي الحاجات العفويه بقى، حد بيعلق حاجه، بنسلم على بعض، بيحصل ان احنا مثلا بناخد بنتنا معانا الشغل، فبتعمل برضو حركه عفويه، حركه برضو اللي هو لذاذه، شويه لذاذه برضو معانا صغيرين. بصراحه الاغنيه بتاعت الاعلان جميله قوي، دي احلى يمكن من احلى الاغاني اللي موجوده السنه دي، زائد اغنيه اعلان وادي دجله ده عمو اهو. وبيحصل في الاخر الموضوع اللي هو البيج ريفيل بقى، اللي هو الحفله اللي بيبقى فيها احمد مالك بيعزف على البيانو وحد بيرسم وحد بيغني، اللي هو الموضوع في الاخر. بس انا ليا بصراحه عتب يعني بكل امانه على شركه وي، ان اليسا عملت الاغنيه حلوه قوي، مش لازم نخلي اليسا برضو تعمل الفويس اوفر. ليه؟ لسبب بسيط قوي، لان انا فهمتش اي حاجه من الفويس اوفر، ولان الفنانه اليسا صوتها حلو قوي في الغنى، لكن في الفويس اوفر
كان في ناس ممكن تعمل فويس اوفر اشطر يعني. في الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك. ده كان الفويس اوفر. انا حاسس ان هي مسجلاه فويس نوت، اللي هو معلش بس فنان احنا محتاجين بس حته فويس اوفر بس اللي هو السلوجان بتاعنا، فلو انت مش عارف ايه خلاص كذا كذا، والاعلان خلاص خلص، واعلان جميل بصراحه يعني. انا حبيت الاعلان جدا. في شويه حاجات ما فهمتهاش في الاعلان بس مش مشكله، الاعلان حلو والاغنيه حلوه والحاله جميله يعني. طبعا في شويه اعلانات تانية بس انا مش هحرق كله في حلقه واحده يعني، لان ممكن الفيديو ده يتشال او ممكن ما نزلوش عادي يعني. اللي انا بس عايز اقوله ان الفكره في الاعلان هي رقم 1. لو فكرتك حلوه الاعلان هيطلع حلو. زي ما قلنا الاعلان بتاع عصام عمر بتاع وادي دجله، وزي الاعلان بتاع ريماس لاند بتاع هيثم شاكر وبودي، وزي اعلان فاليو والاعلانات الجميله اللي هي اللي مسيطره على رمضان او اللي بتظهر. يا جماعه الاعلان الحلو بيظهر، لكن الاعلانات اللي معموله كده اديكوا شفتوا الاعلانات عامله ازاي. فلو حابين اكتبوا لي ممكن نعمل جزء تاني من الاعلانات، وهناخد كاتيجوري مختلف المره اللي جايه، وهو كاتيجوري الريل ستيت، الناس اللي معاها فلوس كتير وعاملين اعلانات. هناخد بقى نتكلم بقى على الاعلانات بتاعتهم في شهر رمضان السنه دي. طبعا الناس اللي مكمله لحد الاخر هتبقوا مستغربين شويه ايه النظام ده، لا احنا عايزين اللي في الاستوديو القديم. يا جماعه انا كنت بصور نجار مسلح، وعلشان ارجع اقلب الترابيزه تاني الناحيه دي واصور من هنا وبتاع حوار، وانا لسه في حلقتين لسه اصورهم تاني. شلت صوره ميسي، لا يا سيدي ما شلت صوره ميسي، اهو ميسي اهو، ده دي بكروا عشان رمضان، وادي ميسي اهو. ودي بامر امي هي اللي جايبه لي دي وقالت لي حطها معاك في الاستوديو فلازم تظهر، هي وفرع النور اللي ورا ده، فده مش بايدي ولا بايدكم. بس لو انت موجود لحد هنا ولسه مكمل على اليوتيوب، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتكتب تحت في الكومنتس حابب نتكلم على ايه في اعلانات رمضان اللي باقيه، لان هو اعتقد انها هتنزل حلقه كمان بس في رمضان من البرنامج اللي انتوا بتحبوه هم يضحك، والباقي هينزل نجار مسلح. احنا هننزل كميه حلقات لنجار مسلح كتير قوي علشان تسلوا صيامكم، علشان اللي احنا شايفينه ده بصراحه يعني. شوفوا يا جماعه المحتوى بجد، شوفوا الدنيا عامله ازاي. بس يا سيدي ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام، تعمل فولو على التيك توك، وخلاص على كده. كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك، وخلي بالكم من نفسكم، وسلام عليكم. انتوا طيبين يعني.